ماذا لو كانت القضية ممكن زملكاوية؟ شيكا خطيرة، جول! القاضية ممكن! القاضية ممكن! القاضية ممكن! مبدئيا كده كانت هتبقى اي قذيفة جاءت يا موسيماني، من اين جئت لنا بهذا الاليوبادجي؟ وطبعا الزمالك كان هيكسر صيامه عن اللقب وكان هيفوز باللقب الاول بعد غياب 18 سنة، وكان الفرق في عدد بطولات دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والزمالك هيقل جدا، وبدل ما بعد البطولة بقت 9-5 للاهلي كانت هتبقى 8-6، واكيد الزمالك كان هيشارك لاول مرة في تاريخه في كاس العالم للاندية، وكل الحاجات اللي اتقالت دي بديهيات رقمية كده كانت هتحصل لو الزمالك فاز بالبطولة. بس تعالوا نسرح بخيالنا ونتخيل ايه اللي كان ممكن يحصل تاني. موسيماني كانت هتتم اقالته بعد البطولة على طول، والكباتن العظماء كانوا هيطلعوا يصدعونا في الاستوديوهات وكل واحد فيهم يدلو بدلو، ويقول لك ايه بقى يا كابتن اسلام، انا قلت من الاول مدرب افريقي مين اللي يمسك الاهلي، والتاني يقول لك اقسم بالله ده ما عندوش فكره. ولو سرحنا بدماغنا اكتر كنا هنلاقي ان في احتمال الزمالك كان يستقر ويقدر يحافظ على نجومه. الناحيه التانيه بالتاكيد جمهور الاهلي كان هيثور وينتقد اللعيبه اللي ما عملتش